السلام عليكم ورحمة الله. هدخل في الموضوع بسرعة، بس انا عارفة ان لما بنجيب تو دو ليست ونكتب فيها مليون مهمة ونحط مربعات فاضية جنب كل مهمة فيهم، علشان على اساس يعني اننا كل ما نخلص مهمة نتشيك عليها علامة صح. انا عارفة ان الموضوع ده صعب، ان احنا مجرد ما نصحى او من قبل ما ننام اصلا في اليوم اللي قبله نرص الحاجات اللي ورانا ونبقى شايفين قدامنا احنا المفروض نعمل كذا وكذا وكذا وكذا. احنا مجرد اصلا ما نشوف ان احنا المفروض نعمل كل ده احنا نحس بالضغط من جوانا وهو اصلا لسه ما اتعملوش. واحيانا مجرد ان انت تكتب اهدافك بيحسسك بشيء من الانجاز المزيف، اللي هو هم كتبوا بس انا لسه ما عملتهمش. ساعات احنا ما بنفهمش ده، يعني احنا بنحس ان احنا كتبناهم ان احنا كده عملنا انجاز، بس الحقيقة ان احنا لو كتبناهم على 100 حاجة هم لسه ما اتعملوش ولسه محتاجين يتعملوا من اول خالص. انا في طريقة بقالي شوية ماشية بيها، وهي عملية بالنسبة لي اكتر بكتير من التودو ليست. لو انت التودو ليست جاية معاك يعني خلاص مش مهم، مالكش دعوة باللي انا هقوله، بس انا بقول الكلام ده للي شايفين ان التودو ليست عبء تقيل عليهم، وانا منهم بجد. انا ما بحس بالضغط كده لما اشوف ايه الحاجات اللي انا المفروض اعملها. فبقيت بعمل ايه؟ انا بكتب حاجة واحدة بس. يعني انا المفروض مثلا دلوقتي بصور الفيديو ده، فاقوم كاتبة ان انا اصور الفيديو ده، اكتب كده اصور فيديو عن كذا او اصور فيديو خلاص، واسيب جنبها مربع. هو ده كل المكتوب في الصفحة. بعد ما انا في دماغي ايه الحاجات اللي عايزه اعملها بعد كده، بس هو ده بس المكتوب قدامي، ان انا اصور الفيديو. بعد ما اخلص الفيديو هتشيك عليها علامة صح. المنظر ده ان في مهمة انا عملتها انجزتها وعلمت عليها صح هيخليني عايزة اكتب تانية وتالتة والرابعة والخامسة لحد ما اليوم يخلص وخلص اللي ورايا. فانا بعمل كده. خلصت الفيديو هقوم كاتبه الحاجه اللي بعدها، ان انا اذاكر الفصل الرابع في ماده كذا مثلا، فعلا ده اللي محتاجه اذاكره. هقوم عامله ايه؟ هخلص الفصل واقوم عامله جنبه علامه صح. محتاجه احل على الفصل الفلاني هقوم برضو كاتبه وعامله علامه صح وكده. علشان ايه؟ علشان هشوف حاجه واحده بس قدامي انا هركز فيها كل طاقتي، لكن مش هكتب 50 حاجه وابقى بشتغل في ده وقاعده حاطه في دماغي شايله هم اللي جاي بعده. لا، فانا بحب اعمل كده، اكتب حاجه واحده وايه، وكل ما اخلص حاجه اكتب الحاجه اللي بعدها. ده اصلا هيشجعني ان انا اكمل والتزم اكتر، يعني والالتزام في كل الاحوال مطلوب، بس ده هيخلي جوايا احساس ان انا عايزه انا عايزه اعمل اكتر، مش لسه هعمل كل ده. فاهميني كده يعني؟ بس هو كان فيديو بسيط وحبيت يعني اوريكم الفكرة دي، يمكن حد يستفيد منها. باي.